الصدمة مش بس ذكرى في دماغك، هي الصدمة عايشة في جسمك، في كتافك المشدودة، في الفك بتاعك اللي دايما جازز على نفسه كده، في بطنك اللي دايما ملخبطة، قولونك العصبي اللي مدمر الدنيا، وفي توتر ما بيفارقكيش حتى وانتي ساكتة ولوحدك وفي أمان الله وكافية خيرك شرك. في الحلقة دي هنعرف ليه الجسم أحيانا بيحتفظ بطاقة الصدمة لسنين طويلة، وازاي التمارين السوماتيك هتساعدك انك تطلعي الطاقة المحبوسة دي بأمان، بدل ما تفضل تتحول كل يوم لشد وألم واستنفار داخلي. أهلا بيكم في حلقة ال13 من رحلتنا في التعافي من الصدمات، ودي الجزء الثالث أو المجموعة الثالثة من تمارين مثبتة علميا للجهاز العصبي. النهارده هناخد تمارين السوماتيك، بس اهم حاجه قولولي الاول عملتوا المجموعه الاولى والتانية ولا لا، اللي هي التنفس والتقريض، وعجبتكم ولا لا، وايه اكتر حاجه كانت فعاله. هستناكم في الكومنت وقولوا رايكم في الحلقات. دكتور بيتر ليفن ده مؤسس السوماتيك اكسبيرينسنج، ده قضى 40 سنه بيدرس الصدمه، واكتشف ان لما الانسان او الحيوان يتعرض لخطر، الجسم بيستعد لحركه من اتنين: يا فايت يا فلايت. وده احنا قلناه وهناخده بالتفصيل بس بعد ما نخلص الجهاز العصبي. طيب، لو ما قدرتيش انك تحاربي، ما قدرتيش انك تهربي من الفايت او فلايت، الموقف اقوى منك، او لان الهروب ما كانش ممكن، فالطاقة دي بتفضل محبوسة جوه جسمك. يعني الطاقة اللي في الجسم اللي كانت مستعدة للقتال او الهروب، لما ما قدرتيش تستخدميها فضلت محبوسة في العضلات، فبيحصل لك شد مزمن، في الاعصاب فبيحصل لك توتر دايم، في الانسجة فبيحصل لك الم مزمن. وده بيخلي كتافك شادة طول الوقت، رقبتك متوترة طول الوقت وشبه ملوحة كده، وفكك مقفول، ظهرك على آخره، وبطنك على آخرها برضه، مش لأن في مشكلة عضوية، ولكن لأن في طاقة محبوسة جوه جسمك. فالحل الأمثل ليها هي تمارين السوماتيك. دي تمارين جسدية بتساعدك إنك تكملي الدورة وتطلعي الطاقة المحبوسة بشكل آمن. فيلا بينا. فأول تمرين معانا من تمارين السوماتيك هو الاهتزاز العلاجي أو الثيرابيوتيك شيكينج أو TRE. دكتور بيتر ليفن لاحظ حاجة، إن لما حيوان مثلا أقرب مثال خالص الغزالة تيجي تنجو من أسد، بعد ما الخطر يعدي الحيوان هتلاقيه بيرتعش بقوة لمدة دقايق كده، وبعدين يقف ويكمل حياته عادي جدا كأن حاجة ما حصلت. طيب، ليه الحيوانات ما عندهاش PTSD؟ لأن هي بتطلع الطاقة المحبوسة على طول من خلال الاهتزاز بعد ما الموقف يحصل. طيب، البشر كمان عندهم نفس الآلية، ولكن للأسف احنا بنكبتها. يعني لما حد يحصل له موقف مرعب أو مخيف، فيبدأ يرتعش، فالناس تيجي تقول: لأ كفاية، إيه ده، وتقعد تطبطب عليك، لا سيبوه سيبوه في حاله، لأ ما ترتعش، خليك قوي، اهدى وكفاية واحنا جنبك وبتاع. أصلا كده ده بيخلي الطاقة تفضل محبوسة. طيب، فالتي ار اي، تمام، هي طريقة علمية تم تطويرها لاستخدام الاهتزاز الطبيعي بشكل آمن ومنظم. طيب، ليه فعال؟ طيب، علشان إن الاهتزاز بيطلع التوتر من العضلات على المستوى العصبي، وبيكمل الدورة العصبية اللي وقفت وقت الخطر، وكمان بيهدي الجهاز السمبثاوي اللي هو البنزين اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، وبيسمح للجسم إن هو يرجع لحالته الطبيعية. عرفتوا أنا ليه أخدت كل حاجة لوحدها في حلقة؟ طيب، مين بيستخدمه حبيبة؟ الناس اللي بيحسوا بطاقة محبوسة في جسمهم، الناس اللي عندهم توتر وشد عضلي طول الوقت خاصة في الكتف والرقبة والفك، تمام، والناس اللي بعد موقف مجهد محتاجين يطلعوا التوتر، والناس اللي جربوا تمارين تنفس وتقريض ولسه حاسين ان في حاجة محبوسة عايزين يطلعوها. فيلا بينا. عايزاكي تقفي في مكان فيه مساحة، لو مش قادرة تقفي ممكن تقعدي عادي، ولكن اهم حاجة في النقطة دي ان احنا نلبس هدوم مريحة فضفاضة كده، بتطري على قلبنا كده، مش ضيقة، تمام. لو ممكن تقدري تعملي المكان ده تمرين في مكان خاص شوية عشان تحسي بحرية اكتر، يبقى حلو جدا جدا جدا. تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نهز رجلينا يمين وشمال او فوق وتحت، تمام، يمين وشمال كده كأنك بترقصي على ايقاع بطيء.
أو فوق وتحت زي كأنِك بتنطّي بخفة شوية صغنّنين كده. هزّي إيديكِ كأنِك إيديكِ مبلولة مَيّة كده وعمّالة تنفضي إيديكِ كده بعد ما غسلتيها، وعايزاكِ تهزّي جسمِك كُلّه بدون مجهود، بحرية تامة من غير ما تستهدفي حركة معيّنة. مهم جدًا تخلّي الحركات عفوية وطبيعية، ما تضغطيش على نَفْسِك خالص، ما فيش طريقة صح وغلط، إحنا جسمِك هيعرف إزاي يتهز لوحده لو سِبتِ له الحرية التامة، عشان كده قُلت لِك خلّيكِ في مساحة خاصة، مش لازم يبقى منظَّم، عادي ممكن تخلّيه فوضوي، عشوائي، حُر، عفوي، ده مهم أوي، كل أمّا تسيبي الحرية لجسمِك حلو أوي، أوي. الجزء اللي بعده إن إحنا نسمح للاهتزاز إن هو يكبر، يعني لو جسمِك بدأ يتهز لوحده بدون ما تتحكمي فيه بوعي، دي علامة مهمة أوي، أوي، أوي وحلوة، سيبيه براحته، سيبيه. عارفة أنتِ لمّا تيجي ترقصي رقص عشوائي، اللي هو تحسي إنِّك سايبة جسمِك كله يتحرك زي ما هو عايز من غير ما تفكّري، هل هزّة يمين، هزّة شمال، لأ، تسيبيه يطلّع كده ال ال اسمها مش عارفة بيقولوها إيه، يطلّع حرية، مش عارفة أنطقها أكتر من كده. لو هو بدأ يتهز من غير وعي، ده معناه إن الجهاز العصبي بيطلّع الطاقة المحبوسة ودي حاجة حلوة جدًا. حاجة كمان إن الاهتزاز اللا إرادي ده علاجي، دي مش حاجة غلط، لإن في معلومات مغلوطة كتير أوي عن الموضوع ده. طيب سيبي الاهتزاز ياخد أي شكل، ممكن يطلع للبطن، ممكن يبقى في الرجلين، ممكن يوصل للكتفين، ممكن الجسم كله يتهز، عادي، إحنا عايزين نسيب نفسنا خالص، مش عايزاكِ تتحكمي في أي حاجة، وأهم حاجة التنفس هنا هنخلّيه شكل طبيعي ومرتاح، مش عايزاكِ تحبسي نفسِك، خلّي التنفس يتدفق بحرية زي ما هو. لو أنتِ حاسة إنِك محتاجة تتنفسي بشكل أعمق من التنفس الطبيعي بتاعِك، اعملي كده. أي حاجة أنتِ حاساها اعمليها، حلو؟ طيب أهم حاجة إنِّك تستمري لمدة دقيقتين أو 3 في البداية، ما تطوّليش أوي في الموضوع، لإن هو ممكن يكون مُرهق شوية عاطفيًا في الأول، ولكن مع الممارسة ممكن توصل ل10 أو ربع ساعة. لو حسيتِ بتعب أو قلق زايد ممكن توقّفي، تمام؟ أهم حاجة هنخلّي الاهتزاز يهدى ببطء، يعني كإنِّك بتخفّفي سرعة العربية كده، هنوقّف تدريجي مش فجأة. بعد ما تخلّصي هناخد نَفَس بقى، تاخدي 3 أنفاس عميقة كده، وعايزاكِ تقولي لي إيه اللي أنتِ لاحظتيه اتغيّر في جسمِك، هل العضلات بقت أخف، هل التوتر بقى أهدى، هل حسيتِ بطاقة إن هي بتطلع في الجسم؟ أهم حاجة قولوا لي في الكومنتات. في نصايح هنا إن لو حسيتِ بمشاعر قوية وأنتِ بتعملي اهتزاز، عياط، غضب، خوف، حزن، أي حاجة، ده طبيعي جدًا وده اللي إحنا عايزينه أصلًا. المشاعر دي كانت محبوسة مع الطاقة، فسيبي نفسِك تحسي بكل اللي أنتِ عايزاه، عايزة تعيطي عيطي، عايزة تغضبي اغضبي، عايزة أي حاجة، أي مشاعر طلعت لِك مع الطاقة دي طلّعيها، سيبيها تطلع. ولو الاهتزاز كان قوي، كان مخيف بالنسبة لِك، قلّلي الشدة بتاعته أو اقفي شوية واقعدي تاني، تقدري ترجعي تاني لمّا تحسّي إنِّك جاهزة. لو مش مرتاحة لإنِّك واقفة، ممكن تعمليها وأنتِ قاعدة وأنتِ نايمة، ده ممكن يكون أقل وأخف كثافة بالنسبة لِك أنتِ. لو عندِك إصابة جسدية، استشيري معالج فيزيائي أو دكتور بتاعِك الأول، دي نقطة مهمة جدًا ونركّز فيها. طيب إيه النتايج الفورية اللي أنا ممكن آخُدها؟ إن أنا أحس بخِفّة وإطلاق توتُّر، إن العضلات أقل شِدّة شوية، الطاقة المحبوسة بدأت تطلع واحدة، واحدة، بعد أسبوع ممكن نحسِّن أو نحس بتحسُّن ملحوظ في الشد العضلي وتقليل الألم الجسدي المرتبط بالصدمة. بعد شهر ممكن نحس بتقليل كبير جدًا في الطاقة المحبوسة اللي كانت في جسمنا، وده بيحسسنا إن إحنا حاسين بخفة وحرية في الجسم أكتر، وممكن يحسّن المرونة الجسدية والعاطفية.
التمرين اللي معانا بعد كده هو التشريح النشط للتوتر، بس إحنا في الجلسات بنسميه الاسترخاء العضلي. تمام؟ والتمرين ده طوّره دكتور إدموند جاكوبسون في التلاتينات، ولسه لحد النهارده واحد من أقوى التمارين المُثبتة علميًا لتقليل التوتر. إيه فكرته؟ إن مش ممكن تشدّي عضلة متوتّرة وبعدين ترخّيها، فتفضل متوتّرة، لأ، إحنا قصدنا إن إحنا لمّا نشد العضلة بقوة وبوعي لمدة، نركّز بقى هنا في المدة 5 ل7 ثواني، وبعدين تسيبيها فجأة ترتخي تمامًا، العضلة بتروح في حالة استرخاء أعمق من اللي كانت فيه قبل ما تبدئي الشد. تمام؟ فده بيعلّمِك إنِّك تفرّقي ما بين التوتر والاسترخاء، لإن كتير من الناس ما عندهمش وعي بالفرق، عايشين في توتر مزمن ومش حاسين، بيطلّع الطاقة المحبوسة في العضلات بشكل منظم، بيهدّي الجهاز السمبثاوي، لإن استرخاء العضلات بيبعت إشارة للدماغ إن ما فيش خطر، فنقدر نرتاح دلوقتي، وينشّط الباراسمبثاوي اللي هي الفرامل. فالنتيجة استرخاء عضلي، تقليل توتر، وتحسين في جودة النوم. مين بيستخدمه؟ الناس اللي عندهم شد عضلي، الناس اللي مش حاسين إن يعني الناس اللي مش حاسة دايمًا إن عضلاتهم متوترة، الناس اللي بتعاني من أرق، والناس اللي محتاجة استرخاء عميق قبل النوم. فيالّا عايزين نختار مكان هادي وننام على ضهرنا أو نقعد على كرسي مريح، أهم حاجة الملابس تكون فضفاضة مريحة. وناخد 3 أنفاس عميقة. آخر مرة. القاعدة الأساسية هنا هناخد مجموعة، ولكل مجموعة عضلات هنشد العضلة بقوة لمدة 5 ل7 ثواني، مش عايزين نضغط لدرجة إن احنا نحس بألم، لأ، هي قوة واضحة بس، ونلاحظ إحساس الشد، ونسيب العضلة فجأة يعني نرخيها تماما، نلاحظ إحساس الاسترخاء عشان نشوف الفرق ما بين الشد والاسترخاء. وأهم حاجة بعد الاسترخاء هنعمل يعني إيه وضع الاسترخاء ده من 15 ل20 ثانية قبل ما ننتقل للمجموعة التانية. يبقى تاني هنشد العضلة من 5 ل7 ثواني ونرخيها 15 ل20 ثانية قبل ما ننتقل للمجموعة اللي بعدها. فأول مجموعة إحنا هناخدها الإيدين والدراعين. تمام؟ هنعمل إيه بقى؟ إن إحنا هناخد حاجة، هناخد الإيد اليمين، بعد كده الإيد الشمال، بعد كده العضلة اللي هي شبه بتوع العضلات بتوع كمال الأجسام دول، اللي هي في النُص دي. آآ فده بالنسبة ال اللهم صل على النبي، الإيدين والدراعين. طيب، هنعمل الإيد اليمين الأول، وكأنِك بتمسكي كورة صغيرة كده وعايزة تعصريها، هتعملي قبضة إيد يمين بقوة شديدة جدًا، جدًا، على آخرِك بقى. شدّي شَد كده وتعدّي من 1 ل5. 1، 2، 3، 4، 5. وسيبي فجأة إيدِك، رخّيها تمامًا، ونعِد من 1 ل15. تمام؟ وقّفي الفيديو وعِدّي. نفس الحركة في الإيد الشمال، نعملها 5 ثواني ونرخّيها 15 ثانية. أوكي؟ وبعد كده هنتني الدراع اليمين، زي كأن كمال أجسام كده عمّال يعرض لِك عضلاته، تدّي العضلة بقوة 5 ثواني ورخّيها 15 ثانية. تمام؟ ممكن تكتبيهم في ورقة، إنِّك تسجّليهم عندِك يعني علشان إيه، تكوني حفظتيهم وتعرفي. والإيد الشمال في نفس الحركة، يبقى هناخد الإيد اليمين ال الف الك اسمها إيه، قبضة اليد،
وبعد كده الشمال، وبعد كده اللي هي نتن الدراع اليمين، وبعد كده نتن الدراع الشمال. المجموعة التانية بقى هي مجموعة الكتفين والرقبة. تمام. بالنسبة للكتاف هترفعي كتافك كده، لما حد يجي يقولك حاجة تقول له ما اعرفش، فانت بترفعي كتافك الاتنين لحد ودانك، لحد ما تقدري يعني، المهم ان هي لحد فوق. فهنشد بقوة 5 ثواني عشان تحسي بالتوتر في الكتفين والرقبة، وبعد كده سيبي فجأة ان الكتفين ينزلوا بالراحة خالص لمدة 15 ثانية زي ما تعودنا. وبعد كده بالنسبة للرقبة هتدوسي الدقن وتحطيه على الصدر كأنك بتوصلي دقنك لصدرك كده. افضلي شدي جامد لمدة 5 ثواني، وبعد كده رخيها لمدة 15 ثانية. تمام. وبالنسبة ده كانت الرقبة في الأمام. نيجي بقى للرقبة في ورا، هتدوسي كأنك قاعدة على كرسي وراجعة لورا على مخدة بقى، على أيا كان، المهم رجعي رقبتك لورا وافضلي شديها كده لمدة 5 ثواني وريحيها لمدة 15 ثانية. أتمنى لحد هنا تكونوا فاهمين وعارفين أنا أقصد إيه. لو عرفت أجيب لكم فيديو توضيحي تمام. طيب، المجموعة التالتة بقى هي مجموعة الوش. بالنسبة للجبهة هترفعي حواجبك الاتنين لفوق كده، تفتحي عينيكي على الآخر كده كأنك حد بيقول لك مفاجأة، فانت بتتفاجئي وتقولي ها كده، اللي هو البنات، اللي هو حركات البنات دي. تمام. فشديها لمدة 5 ثواني علشان تحسي بالتوتر في الجبهة بتاعتك، وبعد كده 15 ثانية هترخيها عشان تحسي ان هي مرتاحة. ده بالنسبة للجبهة. بالنسبة للعينين هتقفلي عينيكي بقوة شديدة كده كأن الشمس جاية على وشك كده. ماشي. شديها 5 ثواني ورخيها 15 ثانية. نيجي بقى على الفك والبق. تمام. فانت هتقفلي بقك بقوة، تفضلي تكتمي على اسنانك كده كأنك بتعضي على حاجة. هتحسي بالتوتر في الفك لمدة 5 ثواني ورخيها 15 ثانية. ممكن توقفي الفيديو وتعملي حركة وترجعي للفيديو تاني عشان بس ما نطولش مدة الفيديو. بالنسبة للسان هتدوسي لسانك على سقف بقك من فوق بقوة. تمام. وتشدي 5 ثواني وترخيها 15 ثانية. المجموعة الرابعة هي مجموعة الجذع. يعني ايه الجذع؟ دي خاصة بالصدر والكتفين، خاصة بالبطن، خاصة بالظهر. اوكي. طيب، بالنسبة للصدر والكتفين فاحنا هناخد نفس عميق جدا 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 بحيث ان احنا نملى الرئتين تماما، ونحبس النفس واسحبي الكتفين بتوعك لورا كأنك بتوصلي الكتفين لبعض من ورا لمدة 5 ثواني. بعد كده رخي 15 ثانية، وانتي بترخي هتطلعي الزفير بقوة. بالنسبة للبطن هتحاولي تشتي عضلات بطنك كأن حد بيضربك في بطنك، وانتي بتحمي نفسك كده، جاز على نفسك كده لمدة 5 ثواني وترخي 15 ثانية. بالنسبة للظهر نيجي على اللهم صل على النبي، أسفل الظهر كده، كأنك حاولي تقوسي ضهرك، يعني تقوسيه كده، مش عارفة اشرحها ازاي، كأنك الظهر لبره والبطن لجوه كده، جاب زاوية. بس أهم حاجة لو عندك مشاكل في الظهر ما يعني ايه، في السريع في السريع كده لمدة 5 ثواني ترخيها 15 ثانية. آخر مجموعة معانا هي مجموعة الرجلين. نيجي على المؤخرة. تمام. ممكن تكون مضحكة شوية بس مش مهم. هتشدي كأنك
بتمسكي حاجة ما بينهم، أوكي، فتشدي 5 ثواني وترخيه 15 ثانية. ننتقل على الخطوة التانية، نيجي على الفخذ اليمين والفخذ الشمال، وبعد كده السمانة اليمين والسمانة الشمال، أوكي. طيب الفخذ اليمين هتشدي العضلات بتاعة الفخذ كده، حاولي إنِك يعني إيه، بتعملي انقباض لكل عضلات الرجل، واعمليها 5 ثواني ورخيه 15 ثانية. الفخذ الشمال نفس الحركة. أما بالنسبة للسمانة اللي هي لتحت، السمانة اليمين دي هتسحبي صوابع رجلك ناحيتها، زي كأنك بتحاولي توصلي السمانة للركبة، فممكن تحسي شد في السمانة كده لمدة 5 ثواني و15 ثانية. بالنسبة اللهم صل على النبي، السمانة الشمال نفس الحركة. نيجي على الرجل اليمين بقى، هتفردي صوابع رجلك لتحت بقوة، كأنك بتحاولي تلمسي الأرض بصوابعك، شديها 5 ثواني ورخيها 15 ثانية. بعد كده الرجل الشمال نفس الحركة. فدلوقتي الجسم كله يعتبر في حالة استرخاء، لأن احنا أخدنا ال5 مجموعات بتاعة الجسم كله، تمام، من أول الجبهة لحد صوابع الرجل. فبعدها ناخد 3 أنفاس عميقة بطيئة شوية، ونلاحظ إن جسمك كله من راسك لحد صوابع رجليكي حس بالتقل وبقى مرتاح دلوقتي. وقولي: أنا في أمان، أنا جسمي مرتاح، وأنا أستحق الراحة. افضلي كرري العبارات دي كتير لحد ما تحسي بالأمان في جسمك، تمام، وإن جسمك بدأ يخف شوية أو يرتخي، أوكي. وافضلي في الوضع ده من دقيقتين ل5 دقايق، ما تستعجليش الأومان يعني. لو مش عندك وقت لكل المجموعات دي، ممكن نركز على المجموعات اللي فيها أكبر قدر ممكن من التوتر، تمام، غالبا بيكون الفك والبطن والكتف. وبعد كده نعمل نسخة مصغرة، 3 ل4 مجموعات بس، مفيش مشكلة. طيب لو حسيتي بألم ما تشديش قوي، الشد المطلوب واضح بس مش مؤلم. لو حسيتي بألم مؤلم أو حاد وقفي. طيب لو عندك إصابة في أي منطقة، اتخطي المجموعة بتاعة المنطقة دي. أهم حاجة بعد يوم مجهد ده بيساعدك إنك تفرغي التوتر، والوقت المثالي برضو قبل النوم، لأن بيساعدك تنامي بسرعة وبيساعدك تنامي بعمق. إيه النتايج اللي أنا ممكن أخدها؟ نتايج استرخاء عضلي فورية، وإحساس بتقل للجسم، دي علامة الاسترخاء، وهدوء ذهني وعاطفي. لو عملتيه قبل النوم فتلاقي نومك بقى أسرع وأعمق. طيب بعد أسبوع هتلاقي وعي أكبر بالتوتر العضلي، هتبدأي إنك تلاحظي لما عضلاتك تتوتر، فتقدري تعمليه بشكل أسرع، تمام. فهتلاقي جسمك بقى أسرع في حالة الاسترخاء، لأن هيعرف يرخي العضلات بسرعة، ماشي. طيب نيجي بقى على التمرين اللي بعده، هو تمرين الحائط أو الضغط على الحائط. التمرين ده بقى من تمارين السوماتيك المتقدمة، ده يعني مصمم للناس اللي فقدوا الإحساس بالقوة والحدود الجسدية. الجسم في الصدمة خاصةً الصدمات المتكررة أو الإساءة، الجسم بيتعلم إن هو ضعيف، مش قادر يدافع عن نفسه، مالوش حدود، ما عندوش حدود. ده مش بس فكرة في الدماغ، لأ، هو بيكون إحساس عصبي جسدي محفور في الذاكرة الجسدية. فالتمرين ده بيعمل إعادة برمجة للجهاز العصبي عشان يفتكر اللي هو أنا قادر أدافع عن نفسي، أنا عندي قوة كفاية، وأنا ليّا حدود وأقدر إن أنا أحميها. طيب ليه فعّال؟ علشان الضغط على سطح ثابت زي الحيطة أو الجدار بيحفّز العضلات اللي كانت هتستخدم إن أنتِ كنتِ هتستخدميها في الدفاع، لو كان متاح طبعًا إنِّك تدافعي عن نَفْسِك. كمان بيحفّز الإحساس بالقوة الجسدية، إنِّك قادرة تدفعي وتقاومي وتحمي نَفْسِك. وكمان بيحفّز إن هو على تفعيل الطاقة اللي كانت محبوسة في وضع الfight اللي هو القتال أو الدفاع، ولكن أنتِ ما استخدمتيهاش. والأهم كمان إن هو بيرسل إشارة للجهاز العصبي: أنا مش ضعيفة، أنا عندي قوة، ولو محتاجة إن أنا أقدر أستخدمها. فمين اللي هيستخدم التمرين ده؟ الناس اللي فقدوا الإحساس بالقوة الشخصية، الناس اللي حاسين إن هم ضعاف أو مش قادرين يدافعوا عن نفسهم، الناس اللي عايشين علاقات فيها انتهاك للحدود، والناس اللي محتاجين يستعيدوا الإحساس بالتحكم في جسمهم.
تمام؟ طيب إحنا عايزين نُقف على حائط صلب أو جدار صلب، باب صلب، أيًا كان المهم في حاجة صلبة في الموضوع، و عايزين عايزاكِ تكوني حافية، ما تلبسيش أي حاجة عشان نحس بالأرض تحت رجليكِ أهم حاجة. حُطّي بقى الكَف بتاع إيديكِ الاتنين على الجدار ده أو الحائط ده في مستوى الكتفين. حاولي إنِّك تبعدي وتخلّي في مسافة للدفع شوية، يعني خلّي ما بينِك وما بين الجدار أو الحائط حوالي نُص متر. أهم حاجة إن إحنا نعمل إحساس بالثبات، يعني زي تمرين التقريض اللي إحنا عملناه، إن إحنا نحس برجليكِ على الأرض، وإن الأرض بتشيلِك وأنتِ مدعومة. الإحساس ده مهم أوي، أوي، أوي في التمرين ده، تمام؟ الجزء التاني معانا إن إحنا نبدأ ندافع عن نفسنا أو الدفع بوعي، تمام؟ ابدئي ادفعي الجدار ده بإيديكِ، يعني كأنِك عايزة، مش عارفة أفهمها لكم إزاي، تخيّلي إنِك بتدفعي حاجة مش عايزاها، عمّالة تضربي في حاجة أنتِ مش عايزاها، تخيّلي إنِك عمّالة تقولي لأ بجسمِك، تمام؟ تخيّلي إنِك عمّالة تحمي المساحة بتاعتِك، أهم حاجة ما تخبطيش إيدِك في الحيطة، أهم حاجة بس. فببطء في الأول مش بقوة، أهم حاجة عايزاكِ تحسّي عضلات الدراع والكتف إن هي بتشتغل، إن هي عمّالة تدّي بأقصى قوة عندها، وتحسّي إن رجليكِ عمّالة تخبط على الأرض عشان تدّيكِ قوة للدفع. بعد كده هنزوّد القوة دي تدريجيًا، إن إحنا نحس بالقوة دي في جسمِك كلّه مش بس في الإيد، ماشي؟ وخلّي جسمِك كلّه يشارك في الدفاع، عارفة أنتِ اللي هو مش عارفة أنتم عارفين الkick boxing ده والّا لأ؟ لمّا حد ييجي يضرب حد ويتحرك برجله ورا وقدّام ومش عارف إيه كأنه بيدافع عن نفسه، هي دي نفس الحركة بالضبط، تمام؟ فالصوت هنا بقى مهم أوي، 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 أوي. ممكن بقى إيه وأنتِ بتضربي تقولي لأ، ابعد، كفاية، شوفي أنتِ إيه أكتر الكلمات اللي أنتِ كنتِ محتاجة تقوليها في وقت الصدمة دي، وقوليه، طلّعيه، أهم حاجة تطلّعيه. ليه الصوت ده مهم، ليه باقول لِك الصوت مهم؟ لإن في الصدمة كتير من الناس بيفقدوا الصوت بتاعهم، حرفيًا مش قادرين يتكلموا، مش قادرين يصرخوا، مش قادرين ياخدوا رد فعل وقت الخطأ، فهنا استرجاع الصوت جزء مهم أوي، أوي من استرجاع القوة، فافضلي في الوضع ده لمدة 10 أو 20 ثانية، وأقفي خدي نفس عميق، وأهم حاجة لاحظي اللي أنتِ بتحسيه، هل في طاقة، في حرارة، في اهتزاز خفيف والّا لأ، ونكرر الموضوع ده 3 ل4، 5 مرات على حسب بقى. بعد ما تتعودي على التمرين، ممكن بقى إيه، آمم تضيفي، يعني بدل ما كنتِ بتتخيّلي الحائط، لأ، أنتِ عايزاكِ تتخيّلي بشكل أوضح، إنِّك عمّالة تضربي الشخص المسيء، عمّالة تدفعي الموقف أو تدفعي الشخص اللي أنتِ كنتِ عايزة تقاوميه وما قدرتيش، قولي بصوت عالي ابعد عني، أنا مش موافقة أو لأ، بُصّي براحتك، يعني كل شخص مش هاقول لكم على حاجة معيّنة لإن كل شخص مَر بظروف مختلفة، فده ينفع لكُلّه. فإحنا عايزين نتخيّل الشخص، عايزين نتخيّل الأشخاص اللي أساءوا لينا أو مرّينا بصدمات بسببهم، وعلشان نحس بالقوة. ده الموضوع ممكن يكون مُكثّف عاطفيًا شوية، ممكن تعيّطي، ممكن تحسّي بالغضب، ممكن تحسّي بطاقة قوية جدًا، كل ده طبيعي وإحنا عايزينه، أهم حاجة علشان نسيب المشاعر تطلع، أهم حاجة المشاعر تطلع والطاقة تطلع، فده مهم أوي، أوي، أوي. بعد كده ما تخلّصي 3 ل4، 5 مرّات، تقفي قدّام الجدار وتحطّي الجبهة بتاعتِك على الجدار، لو مُريح بالنسبة لِك اعملي كده، لو مش مُريح خلاص، أو ضهرِك، يعني الجبهة بتاعتِك أو ضهرِك، إنِّك تقفي على الجدار كده وكإنِّك مميّلة عليه شوية كده، وافضلي قولي بقى الجُمل اللي إحنا قُلناها، أنا عندي قوة، أنا قادرة أدافع عن نفسي، أنا ليّا حدود وأقدر إن أنا أحمي نفسي، أنا صوتي مسموع. لو طلعت مشاعر قوية ده ممتاز جدًا، سيبي المشاعر تطلع، مش عايزين نكبت أي حاجة، كفاية كبت لحد دلوقتي. لو حسيتِ بقلق ممكن تقللي الدورات شوية، لو مش مرتاحة للصوت خلّي الصوت جواكِ تدريجيًا، وبعد كده تدريجيًا هيطلع صوت أوضح بالنسبة لِك. أهم حاجة الحائط لازم يكون صلب، مش خشب، مش جبس، صلب، 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 تمام؟
ف بس كده احنا كده خلصنا الحلقة بتاعة النهاردة، واشوفكم في حلقة جديدة. واهم حاجة اكتبوا لي رأيكم في الكومنت، لانه بيشجعني ان انا اكمل واعرف ايه اكتر التمارين اللي هيجي عليها اقبال كبير قوي ان هي عملت اثبات او فعالية مع اكبر عدد ممكن من الناس.